السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا ما ننساش ندعي لو خدنا في غزة ان ربنا ينصرهم يا رب ويثبت اقدامهم. النهارده باذن الله معانا الدرس الثاني، ثالثة ثانوي ادبي ازهر وعام احصاء، درس الانحدار، وبسم الله نبدأ. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين. اي درس قبل ما ندخل فيه بنعرف التعريفات كده. ايه تعريف الانحدار؟ قال لي الانحدار هو أسلوب إحصائي يمكن من خلاله أو يمكن بواسطته تقدير أحد المتغيرين بمعلومية المتغير الآخر. طبعا احنا لما خدنا في الدرس اللي فات الارتباط وعرفنا هم المتغيرين، قلنا ان المتغيرين س وص. تمام. فهنا بيقول لك يمكن من خلاله او بواسطته تقدير احد المتغيرين بمعلومه المتغير الاخر. يعني ايه؟ يعني مثلا انا اديك س واقول لك من بواسطه س ديت او بمعلوميه المتغير دوت تقدر تجيب لي مين صاد، او العكس اديك صاد واقول لك هات لي س. فده المقصود بتقدير احد المتغيرين بمعلوميه المتغير الاخر، ان انا ابقى مديك واحد وعايز منك التاني، يبقى ده مقصود بتقدير احد المتغيرين بمعلوميه المتغير الاخر. يبقى ده تعريف الانحدار. تمام. كده عندنا حاجه تانية اسمها شكل الانتشار. تمام. ايه هو شكل الانتشار ده؟ قال لي ان شكل الانتشار دوت هو بيحدد نوع الارتباط بين المتغيرين. يبقى شكل الانتشار بيحدد نوع الارتباط بين المتغيرين اللي هم مين؟ س وص. شكل الانتشار بيحدد نوع الارتباط بين المتغيرين س وص. قال لي والله احنا عندنا 6 اشكال لشكل الانتشار. تمام. اول شكل عندي طبعا احنا عارفين دوت الرسم البياني او المحاور بتاعتنا. المحور اللي تحت دوت بنسميه س، والمحور اللي فوق ده بنسميه ص. تمام. قال لي لو جيت شفت مثلا النقاط عندي معموله بالشكل ده، النقاط اهي، وده اسمه خط الانحدار او ده اسمه خط الانحدار او الخط المستقيم، وعليه النقاط بالمنظر ده. قال لي دوت بسميه ارتباط طردي تام. يبقى دوت اسمه ارتباط طردي تام. يبقى اول شكل من اشكال الانتشار هو بيديك الشكل دوت، بس طبعا هي غالبا ما بتجيش، بس يديك مثلا الشكل دوت ويقول لك ده شكل ايه. هتبقى انت عارف ان الشكل دوت لما يكون خط الانحدار، الخط ده بنسميه خط انحدار او خط مستقيم، بس هو عندنا خط الانحدار والنقاط عليه بالمنظر دوت ده بنسميه ارتباط طردي. طب حلو. ايه الشكل الثاني؟ الشكل الثاني نفس برضو المحاور بتاعتنا، محور س وهنا محور ص. قال لي لو النقاط مثلا بالشكل ده، النقاط نازله معانا بالشكل ده، قال لي لو النقاط بالشكل ده بيبقى اسمه ارتباط عكسي تام. يبقى لو خط الانحدار بالشكل دوت ده بيبقى اسمه ارتباط عكسي تام. حلو. يبقى احنا كده دلوقتي معانا ارتباط طردي تام وارتباط عكسي تام. قال لي طب الشكل لو جالنا بالمنظر ده، برضو المحاور بتاعتنا اهيت، دي شكل المحاور بتاعتنا، هنا س وهنا ص، ولقيت الشكل كده بالمنظر ده مجموعة نقاط متف... متفرقة ومش في خط انحدار ولا أي حاجة. قال لي ده بسميه ارتباط منعدم. يبقى دوت اسمه ارتباط منعدم. يبقى أنا عندي دلوقتي 3 أشكال دولت، لسه في 3 أشكال تانيين. قال لي أول شكل عندي ارتباط طرد تام. ارتباط الطرد التام ده شكله بيبقى خط الانحدار الشكل بيبدأ من نقطة الأصل، تمام، بالمنظر دوت والنقاط عليه. حلو. قلت لي هو الارتباط الطردي العكسي. قال لي عكس الارتباط الطردي التام دوت بيبقى عكسي كده اهو والنقاط عليه. تمام. طب ايه هو الارتباط المنعدم؟ بيبقى مجموعة نقاط متفرقة بالمنظر ده. تمام. الارتباط الطردي التام دوت بيساوي كام؟ بيساوي 1. يبقى ارتباط الطرد التام بكام؟ بواحد. خدوه من الدرس اللي فات، درس الارتباط.
ده يبقى شكله بالرسم الباين. تمام. طب والارتباط العكسي التام؟ عكس التام يبقى كام؟ -1. والارتباط المنعدم مفيش اصلا ارتباط يبقى بكام؟ بصفر. تمام. حلو. يبقى انا عندي 1 -1 بصفر. تمام. ايه هي الاشكال التانية؟ الاشكال التانية في حاجة عندي اسمها ارتباط طردي غير تام. تعال نكمل على الشكل ده. هنا معانا ارتباط طردي تام. طب ايه شكل الارتباط الطردي الغير تام؟ قال لي شكل الارتباط الغير التام بيبقى نفس الشكل دوت بس حواليه مجموعة من النقاط، بيبقى بالمنظر ده، يبقى هو نفس الارتباط الطردي التام. طب لو غير تام بيبقى ده شكله، بيبقى حواليه مجموعة نقاط حوالين خط الانحدار. يبقى هو دوت شكل الارتباط الغير تام، ارتباط طردي غير تام ده شكل. قال لي نفس الحوار، الارتباط العكسي الغير تام بيبقى شكل كده اهو، بيبقى حواليه مجموعة من النقاط حوالين خط الانحدار. يبقى انا عندي شكل الارتباط الطردي التام عادي من غير النقاط. طب الارتباط الطردي الغير تام بيبقى حواليه مجموعة من النقاط. اما الارتباط الطردي التام النقاط على خط الانحدار، اما الغير تام حواليه مجموعة من النقاط، والعكس كذلك. يبقى الارتباط العكسي الغير تام يبقى الارتباط العكسي الغير تمام ده المنظر بتاعه حواليه مجموعة من النقاط. طب ايه الشكل السادس؟ قال لي والله الشكل السادس بيبقى ارتباط غير خطي. يعني ايه ارتباط غير خطي؟ تعال نشوف الارتباط الغير خطي. معانا برضو المحاور بتاعتنا س وص. ادي شكل المحاور اهي، محور س هنا محور ص. قال لي الارتباط الغير خطي ده منظر. ما هو فعلا ارتباط غير خطي. ليه؟ احنا عندنا خط الانحدار هو اسمه خط الانحدار ويكون خط مستقيم، ده مقصود بخط الانحدار. هل ده خط اصلا؟ ده مش خط مستقيم حتى عشان نقول عليه خط انحدار، فده اسمه ارتباط غير خطي. تمام. يبقى عايزين نعرف ايه هو تعريف خط الانحدار. قال لي تعريف خط الانحدار هو خط مستقيم تقع عليه النقاط من حوله وقريبة منه وإن كانت لا تقع جميعه عليه. يبقى تعريف خط الانحدار إيه؟ قال لي يبقى هو خط مستقيم تقع النقاط عليه من حوله وقريبة منه وإن كانت لا تقع جميعه عليه. يبقى خط الانحدار خط مستقيم بتقع النقاط عليه أو حواليه أو لا تقع جميعها عليه. تمام. بعد كده معانا معادلة خط الانحدار. يبقى هي اسمها معادلة خط الانحدار. قال لي معادلة خط الانحدار ص على س. يبقى احنا بنيجي ننطقها بنقول معادلة خط الانحدار ص على س، أو ممكن ننطقها على طول نقول معادلة خط الانحدار. طب إيه هي معادلة خط الانحدار؟ قال لي معادلة خط الانحدار ص على س هي ص هات. قال لي الرمز اللي فوق دوت اللي شبه التمانية اسمه هات. يبقى لما نيجي ننطقها بنقول ص هات، يبقى الرمز اللي هو عامل زي التمانية ده اسمه هات. فلما بنيجي ننطقها بنقول ص هات بتساوي أ زائد ب س. يبقى معادلة خط الانحدار ص ه بتساوي أ زائد ب س. ده قانون أ وب وس. تمام. قال لي علشان هديك مثال واقول لك اوجد معادلة خط الانحدار، فانا محتاج اجيب أ ومحتاج اجيب ب. تمام. قال لي والله ب لها قانون وأ لها قانون. قلت له تمام. تعالى نشوف أ وب. بس قبل ما اقول لك قانون أ وب احنا عندنا حاجة ص وس. قال لي الصاد ديت بالنسبة لنا اسمها المتغير التابع وس هو المتغير المستقل. يبقى خلي بالك من الاثنين دول. يبقى احنا عرفنا مين هو التابع ومين هو المستقل. عرفنا ان السين هي المتغير التابع، معلش صاد هي المتغير التابع والسين هي المتغير مين؟ المستقل. يبقى صاد هو المتغير التابع والسين هي مستقلة. تمام. تعالى بقى نعرف ايه قانون ب وايه قانون أ. طبعا احنا بنضطر نجيب ب الاول وبعد كده أ. ليه؟ لان ب موجوده في قانون أ، هنضطر نستخدمها. حتى شوف بيقول لك أ بتساوي سيجما ص ناقص ب سيجما س. ده هنا في ب،
فمش هينفع اجيب الف غير لما اجيب مين؟ ب الاول. فقانون ب بيقول ايه؟ بيقول ن سيجما س ص ناقص سيجما س سيجما ص على ن سيجما س تربيع ناقص سيجما س الكل تربيع. واحد يقول لي ده شبه قانون الارتباط، اقول لك صح، بس خلي بالك في اختلافات. اول اختلاف ان مفيش جذر، هناك كان في جذر، تمام، وكان تكملته بنقول فيه جذر ونعكس هنا س تبقى ص. عندنا سيجما، احنا عارفين سيجما رمز التجميع او المجموع، ونون هو عدد القيم وبناخدها، تمام. يبقى عرفنا قانون ب ن سيجما س ص ناقص سيجما س في سيجما ص على ن سيجما س تربيع ناقص سيجما س الكل تربيع، تمام. بعد كده معانا قانون أ. قانون أ بسيط، بيقول لك سيجما ص ناقص ب سيجما س. خلي بالك قانون أ بيقول ايه؟ سيجما ص ناقص ب سيجما س على ن، ونون هي عدد القيم. يبقى احنا كده عرفنا معادلة خط الانحدار. معادلة خط الانحدار ص على س هي معادلة خط الانحدار ص ه بتساوي أ زائد ب س، وقلنا الرمز اللي شبه الثمانية ده اسمه ه، تمام. ومعادلة خط الانحدار أ زائد ب س بنجيب ب بالقانون وأ بالقانون وبنعوض، وعرفنا إن مين المتغير التابع؟ س، ومين مين المتغير التابع؟ ص، ومين المتغير المستقل؟ س. قبل ما نبدأ في المسائل في كم ملاحظات عايزين نعرفهم مع بعض، تمام. أول ملاحظة عندي، تستخدم معادلة خط الانحدار ص على س في التنبؤ بقيمة ص إذا علمت قيمة س. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه تستخدم معادلة خط الانحدار ص على س في التنبؤ بقيمة ص إذا علمت قيمة س؟ يعني لما ناخد دلوقتي أمثلة هيقول لك أنا عايز معادلة خط الانحدار للتنبؤ بقيمة س إذا علمت للتنبؤ بقيمة ص إذا علمت إن س مثلا ب5 مثلا. فاحنا احنا بنجيب معادله خط الانحدار اللي هي ص ه بتساوي وليكن مثلا 3 من 10 زائد 5 من 10 س. هو بيقول لك ايه؟ عايز معادله خط الانحدار في التنبؤ بقيمه ص اذا علمت ان س ب5. فهو انا جاي شايل س دي واحط مكانها كام؟ 5. يبقى ده المقصود بالتنبؤ بقيمه ص، تمام. بعد كده عندنا حاجه اسمها مقدار الخطا. ده قانون مقدار قانون مقدار الخطأ. ايه هو قانون مقدار الخطأ؟ قال لي مقدار الخطأ بيساوي القيمة الجدولية ناقص القيمة التي تحدد معادلة الانحدار. يعني ايه القيمة الجدولية؟ يعني هناخد دلوقتي أمثلة وهناخد جدول مثلا أيا كان الجدول، وفيه قيمة مثلا س وقيمة ص، تمام. ويبقى فيه أرقام مثلا 5 6 وهنا مثلا 10 مثلا 12، تمام. فيعني ايه القيمة الجدولية؟ هيقول لك والله قيمة س قيمة ص عند س ب6. فاقوم رايح المقصود بالقيمة الجدولية اللي انا اروح للجدول بتاعي واقوم باصص الستة، س عند 6 قدامها ص بكام؟ ب 12. يبقى المقصود بالقيمة الجدولية هنا 12. يبقى ده المقصود بالقيمة الجدولية ان انا بروح للجدول وهيقول لك اقول لك مثلا القيمة الجدولية قيمة ص عند س ب6. اروح للجدول وعند س ابص عليها ب6 12. يبقى ده المقصود بالقيمة الجدولية. يبقى انا خلاص كده خلصت من القيمة الجدولية. طب ايه المقصود بالقيمة التي تحقق او تحدد معادلة الانحدار؟ ان المعادلة ص ه ديت احنا نكمل عليه. فلو نفترض ان معانا ص ه بيساوي 3 من 10 زائد 5 من 10، هو هيديك س برقم ساعتها غير التنبؤ، هيديك عشان تجيب مقدار الخطأ، فهيديك ساعتها مثلا وليكن س ب8. فقوم انا رايح جاي على المثال دوت وقام شايل س ب5 واحط مكانها كام؟ 8. يبقى انا كده ساعتها جبت معادلة الانحدار، تمام. بعد كده في حاجة عندنا اسمها إشارة ب تدل على نوع الارتباط. يعني إيه إشارة ب تدل على نوع الارتباط؟ المقصود بالكلام دوت إحنا عندنا المعادلة اللي هي ص ه بتساوي إيه؟ أ زائد ب س. قال لي والله لو أنا لقيت ب بالموجب يبقى دوت نوع الارتباط هنا إيه؟ طردي. قلت له صح. وقال لي لو لقيت ب بالسالب يبقى ب موجب أو سالب، لو لقيتها بالسالب يبقى دوت ساعتها ارتباط عكسي. مثال، هيجي يديك مثال، تمام، ويقول لك
صاد هات بتساوي 3/10 ناقص 5 س. ويقول لك نوع الارتباط هنا ايه؟ طرد ولا عكسي؟ هبص على اشاره ب، المفروض ده كن دي ب. هنا بالسالب اقوم قايل له ساعتها ايه؟ عكسي. طب لو بالموجب اقول له ساعتها طرد. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام.